هلا وصباح الخير. اليوم قعدت الصبح وقررت أروح لأكبر سوق موجود بلايبزيك. هنا أنا شلعت هاي الفواكه الطيبة من الحديقة وأخذتها وياي. وهنا أنا وصلت للسوق، وشوف السوق إيش كبره ما شاء الله. هذا من أكبر الأسواق الموجودة في ألمانيا، يعرض تحف وكل شو كلاشي. اللي يقول لك سوق هرج اللي موجود ببغداد. شوف هذا المجسم الجميل اللي حاطين له قبعة مال مال الحرب العالمية الثانية. انت تخيل تاخذ هذا وتحطه بالبيت بالغرفة مالت النوم، كل يوم تقعد الصبح تباوع على أعضائك التناسلية وغيرها. وهذه هنا عندنا سمكة مجمدة، مدري شو مسوي لها. هذا الكلب ظليت واقف يمكن عليه نص ساعة أباوع عليه، عبالي دمية وما أسولف لكم الموقف من نتحرك صار بيه. بالله الكريم، يعني شكله وحاطيه بهاي العلبة وما أعرف شنو، مبين كأنه دمية بالله الكريم. ومن اتحرك يعني انصدمت بصراحة كلش. شوفوا شكله ايش قد حلو كيوت. وعندك هاي هنا الأحجار مال حجي جبار، لجلب الحبيب، لجلب الرزيق، لجلب العافية، شي تريد اكو. ذلي نوعيات من الدبابات اللي استخدمن بالحرب العالمية. ما احكي لكم على وزنهن كلش ثقيل، يعني ترى ذلي مو مجرد لعبة، يعني نسخة طبق الأصل من الحقيقيات. وزنهن ثقيل وكذا وكلش حلوات. ذلي استخدمن بالحرب العالمية يمكن الثانية، أي الثانية. تخيل لي حضرة جنابك هاي التحفة اللي قدامك، هاي الدراجة عمرها 75 سنة. تخيل انت 75 سنة وباع اللون مالتها لحد الآن مرايح، اللي هي شركة ام زت ما ادري شنو، شركة ألمانية معروفة. شوف الألمان يعني بالصناعة رهيبين رهيبين. عمرها 75 سنة ولحد الآن محافظة على اللون مالتها، بس شوف ركز عليها زين. وهاي أصغر ماكينة بالعالم شغالة، هاي الماكينة تخيط يعني شغالة بكل شي ما بيها. بس اللي صدمني بصراحة سعرها 160 يورو. يعني تطلع بالعراق بحدود 230 220، اللي يجيب بيها يمكن أرقى أنواع المكائن. شوف شكلها ايش قد صغير وكيوت، ومع العلم يعني هاي شغالة يتخيط بيها، بس هي تصميمها صغير. يعني مال البنات طولهن 150 كذا. هذا عندك تمثال يمثل الشيطان، يعني يجسد الشيطان، هيئة الشيطان. بس الصناعة مالته كلش ثقيلة، يعني من ذلي التحف الغالية، مو هيجي حتى سعره غالي والله ما أتذكر بيش، بس جدا غالي. يا حبايبي هذا كان الجزء الأول، وأكو بعد جزء ثاني بشغلة صار بي موقف وياي بالتصوير. أحد البائعين الألمان منعني من التصوير، يعني قال لي ممنوع التصور. فاللي يحب انزل الجزء الثاني خليه يكتب لي بالتعليقات، ولا تنسى